ريحة المخبوزات في البيت واحدة من الروايح اللي بتملى البيت دايما بهجة. تعالوا نعمل مع بعض واحدة من المخبوزات اللي هتحبوها جدا. هبدأ أول حاجة معلقة من الخميرة، معلقة من السكر، نص كوباية من المية الدافية، هقلبهم مع بعض وهسيب الخميرة لحد ما تتفاعل. هنزل عليها بربع كوباية من الزيت، معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، نص معلقة من الكركم، وهقلب كل حاجة مع بعض. 3 كوبايات من الدقيق، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح، وهعجن العجينة كويس جدا لحد ما يبقى عندي عجينة ما بتلزقش. هنسيبها لحد ما تتخمر. بعد التخمير هقطعها لكور صغيرة على حسب حجم حبة البوريك اللي احنا عايزينها. بفردها بايدي زي حبة القطايف، وبحط فيها اي نوع جبن انتوا تفضلوه، سواء اسطنبولي او براميلي المتوفر عندكم. بقفلها زي القطايف وبنخلي القفلة من تحت. هنرص حبات البوريك في صاج مدهون، هسيبها ترتاح 10 دقايق. بعد كده هدهنها بخليط الدهن اللي هكتب لكم طريقته تحت الفيديو. هنرشها بحبة البركة، وكده جاهزة انها تدخل فرن متسخن لمدة ربع ساعة لحد ما تاخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت. هنخرجها وهنغطيها عشان تفضل طرية، واستمتعوا بيها مع الفطار الصبح او في اللانش بوكس للاولاد، وبألف هنا.